إذا تراوري يستعد لتنفيذ الركلة الأولى. تراوري يتقدم الآن بالعروش، تراوري بالعروش، بالعروش، والكرة تضرب في العارضة، الكرة تضرب في العارضة، وركلة الترجيح الأولى تضيع بالنسبة للاعبين الماليين. هكذا الإعادة مرة أخرى، الكرة تضرب في العارضة من تراوري اللي كان واحد من أفضل اللاعبين في صفوف المنتخب المالي. الآن الفرصة للمنتخب المغربي من أجل التقدم. هكذا يعيش الجمهور أجواء ولحظات ركلات الترجيح الصعبة على اللاعبين. أسامة تيرغالين هو من يستعد لتنفيذ الركلة الأولى للمنتخب المغربي أمام الحارس دياكيتي. أسامة تيرغالين يتلقى إشارة التنفيذ. تيرغالين الآن عندك الفرصة لتتقدم. تيرغالين يأخذ وقته الكافي قبل أن يسدد. تيرغالين، أسامة تيرغالين، تيرغالين يسجل. هذه النقطة التي تكلمت عنها، المكان اللي من المستحيل أن يصد الكرة الحارس المرمى حتى في الزاوية 90، حتى في الزاوية 90. لما تنفذ الكرة بهذا الشكل يجب أن يكون قلبك من حديد وأعصابك من حديد ودمك بارد، لكن تحتاج كذلك لتكنيك عالي جدا، وهذا ما كان مع اللاعب أسامة تيرغالين. ولكن أيضا حتى لا ننسى تحتاج إلى التوفيق، إلى حظ. تلعب الركلة الثانية لفائدة المنتخب المالي، هذه المرة عن طريق لاعب ديامبو صاحب الهدف الأول في المباراة للمنتخب المالي. ديامبو يتلقى الإشارة الآن. ديامبو بالعروش، ديامبو يا بالعروش، بالعروش. أو مرت قريبة جدا منك يا بالعروش. بالعروش اختار الوجهة الصح، ولكن في النهاية لم يصدها بالعروش. هذه الإعادة مجددا في الزاوية بين قوسين الميت، الزاوية المستحيلة على حارس المرمى. سددها بدقة اللاعب ديامبو. الركلة الثانية الآن للمنتخب المغربي. يتقدم اللاعب الوزاني الآن لتنفيذ. يستعد الوزاني تنفيذ الركلة الثانية للمنتخب المغربي. حكم يعطي إشارة. الوزاني سجل. الوزاني سجل الثاني. الركلة الثانية ناجحة من طرف اللاعب الوزاني. الآن على مدى الدور في صفوف المنتخب المالي. هذه الإعادة تسدد بهذا الشكل. وزاني حطها صح، حطها بدقة عالية جدا، وردة فعل زملائه بعد تسجيل الهدف الوزاني اللي سجل بالمناسبة في هذه المباراة. كرة الآن مالية. يتقدم المدافع ديالو الآن للتنفيذ. ديالو على التنفيذ. إذا صد بالعروش سنقطع شوط مهم جدا. يلا يا بالعروش، يلا يا بالعروش، ما تخيبناش يا بالعروش، ما تخيبناش يا بالعروش. كرة عندك يا بالعروش. اوه سددها، سجل، سدد ديالو في مكان صعب. سدد ديالو في مكان صعب جدا. شوف الإعادة، اتجاه بالعروش كان صحيح، ولكن هنا كانت عالية على بالعروش. إذا التعادل هدفين مقابل هدفين، وتتواصل الإثارة في هذه المواجهة، تتواصل الإثارة في هذه المواجهة. لا شيء حسم. والركلة الثالثة للمنتخب المغربي. يونس طه هو من يستعد لتنفيذ الركلة الثالثة. هو أيضا بالرجل اليسرى، هو أيضا سيسدد بالرجل اليسرى كما فعل الوزاني. يونس طه يتلقى الإشارة. طه يسدد ويسجل. يونس طه يسجل الركلة الثالثة، يسجل الركلة الثالثة. هذه الإعادة مجددا. سدد بطريقة رائعة الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة. برافو يونس، برافو يونس. الركلة الرابعة الآن للمنتخب المالي. با هو من يستعد للتنفيذ. با أمام بالعروش. يلا يا بالعروش،
يلا يا بلعروش، يلا يا بلعروش، يلا يا بلعروش، هذه عندك يا بلعروش وسجل. اي 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 سجل 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 سجل. سجل الهدف. دائما لاحظ الماليين هنا كرتهم تكون اعلى من بلعروش. اختيارات بلعروش صحيحه كلها تقريبا، ولكن دائما تكون عاليه عليه، تكون عاليه على بلعروش. دقيقين جدا الماليين في تسديد ركلات الترجيح. الان الرابعه للمنتخب المغربي. عبد الصمد الزلزولي هو من يتقدم لتنفيذ الركله الرابعه. القائد الان في التنفيذ. شوف الحارس البديل يقول له اختار الجهه اليمنى، حارس البديل يقول له اختار الجهه اليمنى. دياكيتي والزلزولي، دياكيتي والزلزولي. الحكم يعطي الصافره الان. الزلزولي اذا يتلقى له الاشاره. الزلزولي يتقدم، الزلزولي يسجل، الزلزولي يسجل الهدف الرابع. 4 مقابل 3 وتقدم مرة أخرى للمنتخب المغربي. كل على أعصابه لين، كل على أعصابه. كان محظوظ فيها، هذه لعب فيها الحظ دور كبير يا الزلزولي. كاد يتصدى له الحارس دياكيتي. لحظات صعبة جدا، لحظات صعبة جدا، لحظات صعبة جدا. الآن الكرة الخامسة، الركلة الخامسة للمنتخب المالي. إذا يضيع انتهى كل شيء. إذا يسجل معناه في ركلة أخرى للمنتخب المغربي. إذا يضيع انتهى كل شيء. يلا انهيها يا بلعروش، انهيها يا بلعروش، انهيها يا بلعروش، انهيها يا بلعروش، انهيها يا بلعروش. وضاعت 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 وضاعت. مبروك التأهل للمنتخب المغربي للمباراة النهائية.